ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن تابلت الثانوية العامة، وهل يستاهل انك تشتريه بالسعر القليل بتاعه اللي هو 2000 جنيه ولا لأ؟ فقبل ما نبدأ كده يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش، لأن فعلا ده بيساعد. طيب في الأول كده خليني أقولك إن أرخص تابلت بشاشة 10 إنش عامل 5-6000 جنيه. فنقطة قوة التابلت ده هو السعر، لأن التابلت ده معروض منه كتير جدا فبالتالي سعره قل. ودي نقطة قوة الجهاز ده، ان هو موجود كتير وبسعر قليل. فخلينا كده نبدأ مع اول حاجة وهي الديزاين او التصميم. الجهاز هنا واخد لغة تصميم موبايلات سامسونج القديمة، اكيد كلكم فاكرينها يعني. التصميم كله من البلاستيك، يعني هو الصراحة بلاستيك مش رديء بقى، بلاستيك الصراحة كويس ومتين، وحتى الظهر مش هيحصل له اي حاجة لو وقع منك من غير ما تقصد. فالظهر متين. اما بالنسبة لديزاين الشاشة فهي الصراحة الشاشة ببزل كبيرة شوية، ولكن انا بصراحة ما عنديش مشكلة مع الموضوع ده، لان في الاول وفي الاخر ده تابلت، مش هتحتاج يعني مش هتتضايق من البيزلز زي الموبايلات. بالنسبة لبانل الشاشة نفسها فهي الشاشة فول اتش دي، تقريبا اي بي اس، ولكن هي كزوايا رؤية والوان فهي كويسة جدا بصراحة. طبعا مش اجمد حاجة، هي شاشة عادية خالص، ولكن ك يعني الوان وزوايا رؤية ما زالت كويسة. اللي هيفيدك جدا جدا بقى من الشاشة هنا هي حجمها. الشاشة هنا 10 انش، زي ما قلت لك مش هتلاقي حاجة بالسعر ده 10 انش تماما. فهتلاقي استخدامات كتيرة جدا للشاشة دي، زي مثلا انك تفتح بي دي اف الكتب بتاعة الجامعة وتقعد تذاكر عليه. ودوت اللي انا عملته كتير جدا على التابلت ده، وبصراحة انبسطت جدا، لان في فرق كبير قوي من البي دي اف على الموبايل على البي دي اف من على التابلت. تعرف كده تشوف الكلام بشكل اوضح. ممكن كمان تستخدمه في مشاهدة المحتوى إذا كان يوتيوب أو حتى مسلسلات، هيكون تجربة كويسة جدا بسبب الشاشة الكبيرة. ولو انت من الناس اللي بتقرأ كتب بشكل مستمر فالتابلت ده هيفيدك جدا جدا وهيديك تجربة كويسة، لأن هنا الشاشة فول اتش دي زي ما قلت لك من شوية، فكثافة البكسلات ما زالت كويسة، فهتبقى شايف الكلام بشكل كويس او تبقى شايفه بتفاصيل كويسة. فبصراحة استخدامات الشاشة الكبيرة هتفيدك جدا جدا، بالذات لو انت في جامعة ومعكش لابتوب، فالتابلت ده هيفيدك جدا. ولكن لازم تخلي بالك انك ما تحملش برامج تقيلة او حاجات تقيلة على التابلت ده، لان الاداء هنا بصراحة مش احسن حاجة. الاداء بتاعه عادي جدا جدا، حتى المعالج اللي موجود هنا مش معروف، معالج مجهول حتى الان. فحتة الأداء ديت هي مش أفضل حاجة بصراحة في التابلت. زي ما قلت لك التابلت هنا جاي بمعالج مش معروف، وجاي مع 2 جيجا بايت رامات و32 جيجا بايت مساحة تخزين. بصراحة ال 2 جيجا بايت رامات متقلين الجهاز شوية، فهتلاقي كده تهنيجة من الوقت للتاني، بس أنا بصراحة متقبل يعني الموضوع دوت، لأن برضه أنت شاري جهاز ب2000 جنيه يعني مش رقم. طيب نيجي للبطارية، واللي تعتبر أفضل بطارية مسكتها في أي جهاز تقريبا. ممكن تقعد معاك هنا يومين 3 من غير مشكلة يا جماعة. البطارية هنا يعني أدائها ممتاز جدا، وهتقعد معاك يومين 3 لو استخدامك متوسط. بس خلي بالك بقى من حتة الشحن هنا بطيء جدا 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 جدا. فلو حابب تشحن التابلت انت تشحنه قبل ما تنام، يعني اكتر من كده مش هتعرف بقى، لانه ايه، يعني شحن بطيء جدا جدا. بس انا ما عنديش مشكله مع الحوار ده، انت كده كده ايه البطاريه مش هتشحنها غير كل يومين، فقشطه يعني. هنا صوته عالي وكويس، ولكن للاسف التابلت دوت مش ستيريو، يعني مفيش سماعات فوق وسماعات تحت، فدي كانت حاجه مضايقاني شويه. وبرده من عيوب الجهاز هنا ان هو مفيهوش بصمه ولا اي وسيله من وسائل الامان، يعني هتحتاج كل ما تفتح التابلت هنا انك تحط الباسورد بتاعك. الكاميرات اللي موجوده في التابلت دوت كاميرات على قدها خالص، فاخرك تفتح الفيديو كول بتاعك او تصور ورقه او الشيت ولا حاجه، وشكرا على كده. طيب في الاخر كده تشتري التابلت ده ولا لا؟ بص بصراحه على سعره دوت فهو بصراحه كويس جدا، لان مفيش حاجه دلوقتي ب2000 جنيه يعتبر. لو عاوز تجيب تابلت لابنك يلعب عليه شويه او يقعد عليه شويه فدوت هيبقى كويس جدا بالنسبه له. او لو عاوز تجيب تابلت بشاشه كبيره لمشاهده المحتوى بقى اذا كان يوتيوب او مسلسلات اي حاجة، هيبقى كويس جدا برضو. لو عاوز تجيبه للمذاكرة او عاوز تجيبه يعني لقراءة الكتب اي حاجة من الحاجات دي، فهو بصراحة سعره حلو جدا على اللي بيقدمه لك. وعلى فكرة برضو انت ممكن تحط له شريحة وتحط له كارت ميموري وتعيش حياتك مفيش اي مشكلة. طيب منين هتشتري الجهاز دوت؟ الجهاز ده هتلاقيه في اي حتة حرفيا، هتلاقيه على اوليكس، هتلاقيه على الفيسبوك ماركت، هتلاقيه في المحلات، لان نسبة كبيرة جدا من الطلاب بعته بعد ما خلصت الثانوية العامة. انا بصراحة ما بعتوش وبستفيد بيه بصراحة. ولو انت طالب في الثانوية العامة وداخل الجامعة وما عندكش لابتوب، انصحك ان انت
ما تبيعش التابلت ده، هيفيدك جدا في الدراسة بعدين. وبس كده، دي كانت كل حاجة لفيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش. ولو عندك اي افكار للفيديوهات اكتبها لي في التعليقات. لو عايز تسألني على اي حاجة، عندك لينك الانستجرام في الديسكريبشن. بس كده، اشوفكم في فيديو جاي كتير. سلام.